السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جامد جدا. هتشوفوا دلوقتي ازاي بطلنا الصياد الاسطوري قدر يهزم وحش الدرجة التالتة لوحده وبسرعة خرافية. مش هتصدقوا قوته لحد لما تشوفوها بعينيكم. وعلشان ما تفوتوش اي حاجة قبل ما نبدأ، ما تنساش تدوس لايك واشتراك للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. وصحيح يا شباب، لو الفيديو ده جاب اكتر من 2000 لايك هنزل لكم تجميعة من قصة بتحبوها زيادة عن 10 ساعات بحالهم. علشان كده ما تنسوش اللايك يا اخواتي، ويا ريت تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. عدى 20 سنة كاملة من يوم ما بطلنا ساب الارض، والنهاردة هو اليوم اللي أخيرا هيقضي فيه على الوحش وينقذ العالم. ولكن فجأة انفجار ضخم نور كل حاجة حواليه، وكشف قد إيه الضربة اللي ضربها كانت مرعبة وقوية بشكل مش طبيعي. بس من وسط الدخان ظهر ظل غامض، عيونه حمرة بتلمع وما فيهاش خدش واحد. الوحش ظهر بشكله الحقيقي وسأله بسخرية: ايه ده؟ قدرت تستحمل الضربة دي؟ واضح انك بطل فعلا. وبص حواليه ولاحظ ان اصحاب البطل حالتهم مش تمام خالص، فغضب جدا وابتدى يشتمه ويناديه بولد وقح، وركز طاقته بنفسجية المرعبة في ايديه. ولكن بطلنا ما تهزش للحظة، مسك سلاحه بقوة وعينه كلها إصرار، ومن غير تردد اندفع بكل قوته وضرب الوحش ضربة مباشرة. وفي نفس الوقت أصحابه كانوا بيحموا نفسهم بدرع سحري، بس الدرع كان خلاص على وشك يتحطم. الوحش زاد جنانه وصرخ اللي هو هيقطع بطلنا لحتت صغيرة، ولو ما استسلمش حالا هو هيعمل مع الجلاشة. وبعدها أطلق قوة مرعبة وقال المملكة دي اتبنت بمخالبه هو. وبطلنا وقف ثابت مستعد يستحمل الهجوم، وبعين مليانة غضب ومن غير أي خوف حضر نفسه يرد الضربة. ولكن الطاقة البنفسجية ضربته بشكل مباشر وانفجار ضخم حصل، ومع كده ما سابش سلاحه وفضل ماسك فيه بكل اللي بقى عنده من قوة. وهنا بطلنا قرر ان كفاية لعب ولازم ينهي القتال ده مرة واحدة وللأبد. وفجأة نور قوي جدا غطى المكان كله، وبيوضح ان في قوة مهولة اتحررت خلاص. وبكل طاقته أطلق شعاع ذهبي من سلاحه، وشكله باين عليه إنه خلاص بيستنزف آخر ذرة قوة عنده. والهجوم كان قوي لدرجة إنه غطى كل حاجة بضوء أبيض. وفي اللحظة دي قدرته الخاصة اشتغلت أخيرا. لهب الشبح المتناقض اندفع بسرعة جنونية وابتدى يصد كل الهجمات اللي جاية عليه، وداس برجليه على الأرض بقوة رهيبة. الأرض نفسها اتكسرت تحت رجليه من شدة القوة. واللحظة دي الاتنين وقفوا قدام بعض، عيونهم مليانة بالغضب والإصرار، وابتدى تبادل الضربات يدمر كل حاجة حواليهم. والوحش بدأ يتراجع، ولما حسوا انه في موقف ضعيف حاول يهجم بمخالبه العملاقة. ولكن بطلنا كان أسرع وصد الهجوم في آخر لحظة بسلاحه. غرس طرف سلاحه علشان يثبت نفسه ويقاوم ضغط الضربة. الوحش سخر منه وقال إن الهجوم ده مستحيل يأثر فيه، ولكن بطلنا ابتسم ابتسامة واثقة وقال له: ما تستعجلش يا حبيبي. وساعتها سلاحه اشتعل بالنار ودفع الوحش لورا، وبيثبت اللي هو الأقوى في القتال. الوحش اعترف بغضب إن الضربة كسرت غروره فعلا. وفجأة النيران الحمراء انفجرت بقوة وغطت جسم الوحش بالكامل، وتاجه الذهبي اتكسر ووقع على الأرض. وإعلان واضح عن سقوطه، الوحش بقى على ركبته والنار بتلتهمه. وبطلنا واقف بيتفرج بس مش مصدق إن إنسان من العالم ده قدر يقف قدامه بالقوة دي. ولكن بطلنا قالها بصراحة: هو مش من العالم ده أصلا، وعلشان كده كان هو مختلف. وقاله اللي هو بيهري لحد آخر لحظة، وإن جسمه هو نفسه ممكن ينهار في أي وقت. الوحش اتصدم مش فاهم ايه اللي بيحصل له، وبطلنا بدأ يختفي تدريجيا، واكتشف ان قدرة الاحياء بتاعته بطلت تشتغل. وشرح له ان اللهب الاسود اللي بيحرقه هو قدرته الخاصة وبتستخدم مفاهيم مجردة كوقود. وكشف ان الوحش كان بيرجع للحياة بقاله قرون، ولكن المرة دي اللي بيتحرق كان هو وجوده بنفسه. الوحش استسلم اخيرا لنهايته، ولكن قبل ما يختفي قال حاجة اخيرة:
حتى لو اختفيت عمرك ما هتتذكر كبطل، لأن أصحابك هيخونوك. ولكن بطلنا رد بكل هدوء إنه كان عارف كل ده من زمان. وهنا واحدة من رفاقه اتوترت وصرخت فيه ما يسمعش كلام الوحش، ولكنه كشف الحقيقة إنها كانت بتحاول تغويه كل يوم، ولكنها في الحقيقة كانت بتكرهه علشان هو غريب، وقال ان وقت الخيانة لما يجي هي ممكن تتردد. وبص لباقي الفريق وقال الاتنين التانيين نفس الشيء. الفارس خد كنز وطني من الامبراطور علشان يقتله، والساحر بيكرهه لانه ضد العبودية. وبكل بساطة هو عارف من 5 سنين ان هم هيحاولوا يتخلصوا منه اول لما يخلص المهمة. الوحش اتصدم وسأله مع القوة دي كلها ليه ما دمرتش العالم اللي خانك؟ بطلنا بتعب واضح قال له ان امنيته الوحيدة يرجع لبيته بس. وهنا القصة بترجع لورا ل20 سنة فاتوا على الارض سنة 2005. وقتها كان مجرد موظف عادي عنده 30 سنة واتسحب لعالم تاني عن طريق الملوك. ولكن العالم ده ما كانش زي القصص، كان جحيم بكل معنى الكلمة. حاول بكل الطرق يرجع، ولكن الحل الوحيد كان انه يهزم الوحش وينقذ العالم. وفي يوم انقذ طفل من قرية، ولكن الحراس رفضوا يدخلوه وقالوا الطفل كده كده هيموت ومش مستاهل العلاج. والعالم كان قاسي لدرجة ان هم يسيبوا المصابين يموتوا. والأسوأ ان بسبب الطب البدائي كانوا بيقطعوا اطراف الناس علشان يمنعوا العدوى. واحد سأل بطلنا ازاي الطفل رجع حي بعد لما الوحش اخده، واعتقدوا اللي هو ممسوس وقرروا ان هم يطردوا الشيطان منه، وقالوا له ما يعترضش على إرادة الملك. بطلنا استحمل كل ده لمدة 20 سنة، واخيرا بعد كل العذاب ده قتل الوحش. وبراحة اخيرا افتكر ان كل حاجة انتهت. ولكن في اللحظة دي اصحابه قربوا منه وقالوا له دلوقتي مستحيل نسيبك تعيش. لفلهم وبكره رهيب في عينيه وقال اللي هو بيكره العالم ده بكل قوته. الفارس اتصدم وحس ان في حاجة غلط، لان بطلنا خلاص على اخره ومش قادر يتحرك. وباخر نفس بطلنا صرخ للسما اللي هو نفذ مهمته ولازم الوعد يتنفذ. وفجأة نور ملكي نزل من السما واصحابه بصوا بصدمة. النور زاد لحد لما بقى زي بوابة وخرجت منه الملكة اللي هي استدعته وبركت له على انتصاره. فسألها فاكرة وعدك ترجعين الأرض؟ وقال لها ان الاتفاق كان يرجع بكل ذكرياته وروحه سليمة. سألته انت كاره العالم ده للدرجة دي علشان اول لما ترجع هتفقد كل قوتك؟ فابتسم ابتسامة بسيطة وقال لها ان هو مش فارق معاه، وقال لها تبطل تمثيل لأنه هو عارف اللي هي مرتاحة اللي هو ماشي. وسألته لو هو مش ندمان، فقال لها اللي هو بس عايز يرجع للعالم بتاعه، ورمى سلاحه على الأرض. وصوت وقوعه أعلن نهاية رحلته كبطل. الملكة وافقت وجسمه بدأ يتحول لنور وهو بيختفي. حس ان الكابوس ده اخيرا خلص، وقالت له ان جسمه الاصلي مات فهيخش روحه في جسم جديد. وسألها جسم مين؟ قالت له واحد كان مقدر له اللي يموت ولكن هو ما اهتمش، المهم يرجع للارض. وفجأة وعيه اختفى تماما، وبعد لحظات فتح عينه على السرير وسأل نفسه هو انا فعلا رجعت الارض سنة 2025؟ وهو قاعد على السرير افتكر بغضب كل الاوغاد اللي خانوه في العالم التاني، بس على الاقل خلاص مش هيشوفهم تاني. وفجأة عينه جت على مراية قدامه، قرب منها وبص على وشه الجديد واستوعب ان ده شكله من دلوقتي. ابتسم ابتسامة رايقة ومسك المراية واحتفل انه اخيرا رجع للارض. وبعدها قام شرب له شوية مية من الحنفية وهو مبسوط بشكل غريب، وقال ان ده هو السحر الحقيقي. وبعدها ولع البوتاجاز بضغطة زر وفضل يضحك ويقول ان مش محتاج يقطع حطب تاني علشان يولع النار. وبعدين لقى علبة أكل فتحها وهو فرحان جدا، وأول لما شاف الفراخ المقلية عينه لمعت كأنه شاف كنز، ومن غير ما يفكر مسك قطعة وبدأ ياكل وهو مش مصدق الطعم. وأخيرا قعد لوحده على الترابيزة وابتدى ياكل بإيديه ودموعه نزلت، وقال إن الطعم ده بيخليه يعيط من كتر ما هو حلو. واعترف اللي هو كان مفتقد كل ده جدا. بص من الشباك وقال لنفسه إن حياته العادية أخيرا هتبدأ، ولكن اتفاجئ إننا بقينا في سنة 2025 واستوعب إن الوقت عدى في العالمين. وقال لنفسه مهما كان التأقلم صعب
عمره ما هيبقى أسوأ من الجحيم اللي كان فيه. وبعدها المية نزلت من الدش الحديث، وهو استمتع بدش سخن وبيشغل فورا، ومن غير انتظار شغل التكييف بعدها وهو ساقع جدا. بص للسما الصافية وقال إن العالم ده مفيش مقارنة بينه وبين العالم القذر اللي كان فيه، وبدأ يفكر يعمل إيه الأول. ولكن فجأة كائن مرعب ظهر وراه، وقبل ما يلحق يستوعب الوحش مسكه من ظهره وهو صرخ برعب حقيقي مش فاهم ايه ده اصلا. وفجأة صوت اعلان اشتغل بيحذر ان شق تآكل ظهر في المجتمع، وهو مش فاهم يعني ايه اصلا. الاعلان طلب من السكان ينزلوا للمخابئ اللي تحت الارض، وهو واقف مش فاهم اي حاجة، ولكن ملامحه اتغيرت من خوف لإصرار، وكأن القتال لسه مخلصش. وفجأة لقى نفسه محاصر بوحوش لابسة أقنعة بتتسلق على حيطان الشقة. واحد منهم كسر الإزاز بمخالبه، كده مفيش مهرب خلاص. فقرر إن الحل الوحيد اللي هو يجري. نزل يجري على السلم بكل قوته، والوحش وراه. وهو بيهرب بيفكر ايه اللي حصل للعالم اللي كان بيحبه، ازاي الارض بقت مكان مرعب وفوضوي بالشكل ده. الوحوش مكملة وراه ومش بتسيبه، فقرر يكسر شباك وينط للدور التاني بحركة خطيرة. استخبى اللحظة وخد نفسه وافتكر اللي هو هرب منهم، ولكن فجأة شاف طفل بيجري لوحده في الممر ومعاه عصاية خشبية. قرب منه وحذره، ولكن الطفل سبق وسأله الوحش راح فين، وبكل جراءة قال له انه ناوي يقتله وكمان دعا يجي معاه. بطلنا اتصدم لما عرف ان الارض بقالها 13 سنة كده. الطفل رفض ينزل المخبأ، وبما انه ما يقدرش يسيبه لوحده قرر يروح معاه. والطفل بدأ يشرح له الوضع، وقال ان شق التآكل ده بوابة بتطلع منها الوحوش ومحدش عارف بتظهر امتى وفين. وبطلنا اتعصب جدا وقال اللي هو رجع من جحيم علشان يلاقي الارض بقت زيه، وابتدى يلعن الملوك. والطفل استغرب اللي هو مش فاهم حاجة. فبطلنا قدم وقال اللي هو كان عايش بره. وبعدين الطفل قال ان حتى رئيس امريكا اتشال من منصبه علشان كان بيحاول يهرب بنته لكوريا. وبعدين سأله عن صياده المفضل وقال ان اسمه ليوان، وقال كده بحماس، وقال ان هم رقم 10 في العالم وكمان بيتقتل بسيف ضخم. وبطلنا ارتاح شويه من تغيير الموضوع وبدأ يفكر ازاي البشر العاديين بيحاربوا الوحوش. الطفل كان متحمس يوريه فيديو، ولكن بطلنا كتم بقه فجأة، والسبب اللي هو حس بوجود وحوش جاي عليهم وعددهم كان 5، ولكن متأكد ان في سادس مستخبي. وبخبرته القتالية ده ما كانش مشكلة، ولكن المشكلة هي الطفل وكمان ما عندوش سلاح. وهو بيبص على الوحوش لاحظ طاقة زرقاء في الهواء، واستوعب ان دي هي المانا، نفس الطاقة اللي كانت في العالم التاني، وده غير كل حاجة. وفجأة وحش ظهر قدامهم، ولكن بطلنا كان اسرع وركله بضربة قوية طيرته. رغم ان المانا اللي جمعها طول 20 سنة راحت، ولكن يقدر يستخدم اللي في الهواء. ابتسم وقال اللي هو يقدر يستخدم لها بالشبح مرة تانية. النار كانت اضعف شوية، ولكنها كانت كفاية تحرق الوحوش بالكامل. الطفل انبهر وقال له اللي هو جامد جدا، وبطلنا اطمن عليه وعرف ان هم بيسموها قدرة فريدة. والطفل حاول يخلص على الوحش بنفسه وقال اللي هو اتعلم من اليوتيوب، ولكن بطلنا وقفه وقال له ان لهبه مش بيطفي غير لما الهدف يختفي تماما. وفعلا نور احمر لمع والوحش اختفى من الوجود. ولكن فجأة الطفل اتصدم لما شاف دم جنب عينه، كانت ايد بطلنا اتحرقت، وهو قال اللي هو اصلا مش عارف يوتيوب ده ايه، وطلب منه يبطل يتفرج على الحاجات دي. وبعدين طلب منه العصاية والطفل رماها له، وبطلنا مسكها في الهواء وفجأة بقى الوحوش حصروهم. ولكن بطلنا بتركيز رهيب استعد يقضي عليهم كلهم، واندفع بالعصاية وبدأ يضرب في كل اتجاه بقوة مرعبة. الطفل واقف مذهول من اللي بيشوفه وسأله انت صياد ومخبي هويتك، ولكن بطلنا كان بيفكر اللي هو رجع يشم ريحة الدم تاني حتى بعد ما رجع للأرض. وقال لنفسه لو العالم كده يبقى مفيش فرق عن الجحيم اللي سابه، وفي المخبأ الناس مستنيه الرعب يخلص. ولكن في القتال بطلنا رمى العصاية بقوة معلن اللي هو خلص عليهم. وهو ماشي مع الطفل سأله هو اسم الأطفال، بقى عيال رخمة كده، قال ايه يعني بيتريق عليه. وفجأة ست ظهرت بتجري وبتصرخ باسم الطفل يونزونج وشكرته اللي هو رجعه. والطفل اتكسف ومن شكلها باين اللي هي غنية، فاستوعب ان الطفل ده غني اصلا. ولكن فجأة صوت مرعب دوى في المكان، وقبضة عملاقة الوحش ضربت المخبأ بقوة رهيبة، والحيطة اتكسرت والحيطان طار في كل مكان. والوحش فتح بقه المليان أسنان حادة وزقر بشكل مرعب، والناس كلها جريت علشان بتصرخ. ويونزونج صرخ وقال اللي هو لازم يهربوا حالا. ولكن بطلنا بغضب قال اللي هو ما طلبش حاجة كبيرة، هو بس كان عايز يرجع بيته ويرتاح.
بص على ايده المحروقة وسأل نفسه هو ده طلب كبير يعني؟ وبعدين نادى الطفل يا واد انت. الطفل اتضايق وقال له ما يقولش كده، فسأله ليه عايز تبقى صياد وانت غني ومش محتاج؟ وبحزن الطفل قال ان ابوه اتقتل من وحش، وقال ان حتى المخبأ اللي كانوا فاكرينه آمن ظهر فيه وحش، وساعتها فهم ان مفيش مكان آمن، وعلشان كده ورغم خوفه وضعفه قرر انه يبقى اعظم صياد في العالم. صرخ بكل قوته وقال اللي هو هيقضي على كل الوحوش وينقذ العالم مرة واحدة وللأبد. وبطلنا بصله وقال له انه ممكن فعلا يبقى صياد عظيم، بس حلمه شكله ساذج شوية. وبعدها كمل وقال له الحقيقة بصراحة مش انت اللي هتنقذ العالم. الطفل اتراجع خطوة وامه حاولت تاخده وتمشي، ولكن كان قلقان عشان بطلنا لسه هناك. وفجأة الاتنين لفوا وراهم وعيونهم اتوسعت بصدمة من اللي شافوه. الطفل صرخ باسمه وهو بيستنجده وبصله بنظرة مليانة إصرار وهو شايفه واقف لوحده قدام الوحش. وبطلنا مشي ناحية الوحش بهدوء وقال إن أنا لا أتولى إنقاذ العالم بنفسي. الكلام ده خلى الطفل يفكر وكأنه فهم الرسالة. وبطلنا ابتسم وقال لنفسه إن إنقاذ العالم حاجة ما يعرفهاش غير اللي عملها قبل كده. وبعد 20 سنة في عالم تاني رجع أخيرا، ولكن قبل ما يستمتع بحريته لقى نفسه قدام كارثة جديدة. ورغم اللي هو نجا بخبراته، ولكنه الغريب ما عملش أي حاجة بعد ما وعد ينقذ العالم. بالعكس كان طول اليوم قاعد بيلعب على الكمبيوتر، وهو باصص على شاشة التلفزيون اللي في اللعبة افتكر حاجة من ماضيه وقال اللي هو كسب بسهولة جدا وهو ماسك سيجارة إلكترونية غريبة، وفتح علبة مشروب واحتفل بفوزه السهل في اللعبة. ولكن طموحه الكبير لإنقاذ العالم اختفى بسرعة وكمان استسلم. وفي العالم التاني كان بيحلم بالأكل والألعاب، ولكن دلوقتي كل حاجة بقت بضغطة زر. فقرر إن إنقاذ العالم ده شغل الصيادين وطلب أكل، ولكن اتصدم لما اكتشف اللي هو صرف كل فلوس صاحب الجسد اللي هو فيه ودلوقتي مفلس. فحاول يلاقي شغل ولكن مفيش شغل عادي أصلا، معظم الشركات بتقفل بسبب الهجمات المستمرة. وقف محتار، محدش عايز مبتدئين. وفجأة شاف إعلان توظيف للصيادين، ابتسم وقال اللي عنده خبرة في المجال ده وقرر يروح يجرب حظه. وأول لما وصل كان متحمس جدا لدرجة إن الناس استغربت منه. 2 واقفين قالوا الامتحانات بقت سهلة بس محتاج قدرة فريدة وخلاص. واحد منهم بص على المتقدمين باحتقار وقال إن هم كلهم ضعاف. وفي نفس الوقت بنت بشعر طويل عدت وقالت لنفسها إن هي ممكن تبقى مشهورة بعد كده، ولكن فجأة كل حاجة سكتت. واحد صرخ باسم ليون والكل اتصدم لأن دي واحدة من أقوى الصيادين في العالم، ترتيبها العاشر. الناس استغربت لأن نقابة كبيرة زي دي تيجي بنفسها. وفريقها بدأ يراجع ملفات المتقدمين لحد لما وصلوا لواحدة عندها قدرة البرق. واحد منهم هزر وقال إن دي تشحن بطاريات ولا إيه، ولكن ليون صححت له فورا وقالت إن دي قدرتها مفيدة. ولكن واحد اعترض وقال ان القتال هو المهم، وليون علشان تسكته ادت له حتة حلوى. وبعدين اعلنوا بداية اول نزال. ليون ابتسمت وقال لازم تشوف مستوى المتقدمين. وفي الكواليس حد قال ان في متقدم غريب، واحد مش من الاكاديمية، مجرد شخص عادي، ودي حاجة ما حصلتش قبل كده. وفي اللحظة دي بطلنا طلع للساحة ومسك عصاية حديد واسم الجديد اتندى، ولكنه لسه مش متعود عليه. والقواعد اتشرحت وهو فكر ان هدفه الاول ينقذ العالم والتاني يعيش وياكل كويس. وخصمه الاشقر شاف كلامه وحس اللي هو تافه واستعد للقتال. وبكده بدأ النزال. الخصم اندفع برمح مليان نار وسخر منه اللي هو مش قادر يجمع طاقة وقال له يعتبر نفسه محظوظ اللي هو هيخسر منه. ولكن بطلنا كان هادي جدا ومركز في كل حركة، ثبت سلاحه في الأرض مستني اللحظة المناسبة. وفجأة لف سلاحه بسرعة وعمل موجة هوا خلت خصمه يتفاجأ. الواد الأشقر اتلخبط وهو مش فاهم هو راح فين. وفجأة صوت وراه، بطلنا ظهر جنبه وقال له اللي هو بطيء جدا بالرمح ده وضربه ضربة قوية في بطنه خلت نفسه يتقطع. ومن غير ما يديله فرصة ضربه لكمة في دقنه طيرته في الهواء، وقبل ما يقع على الأرض كان فاقد الوعي، أسنانه طارت وعينه اتقلبت. وبطلنا قال اللي هو استخدم إيده بس لان لو استخدم الرمح الضرر كان هيبقى اكبر، وده طبعا مش مسموح. واستغرب قد ايه الموضوع كان سهل وقال يا ترى ده مستوى الصيادين. وفي المدرجات ليون بدأت تهتم بيه. واحد من فريقها قال اللي هو مجرد موظف عادي وطاقته شبه معدومة واكيد ده حظ، ولكن يون سكتته لان هي حست في حاجة غريبة وفهمت اللي هو مش بيجمع الطاقة عمدا. وفي نفس الوقت بطلنا
قرر ينهي القتال تماما. خصمه حاول يقوم ولكنه كان مرعوب. بطلنا جمع طاقة زرقاء في ايده وقال له يهدى، الضربة مش هتقتله. الخصم كان مرعوب ومش قادر يدافع، وبلكمة أخيرة سقط تماما. والمذيع أعلن فوز بطلنا والناس اتصدمت وبدأوا يهمسوا، وعيون ليون لمعت، واضح اللي هي مهتمة بيه جدا، ولكن فريقها لسه مش فاهم ازاي حد بدون طاقة يكسب بالسهولة دي. ليون قامت وقالت اللي هي لازم تتحرك بنفسها وسابتهم وراحت تقابل رئيس الجمعية. أما بطلنا ففضل يكسب نزال ورا التاني بسهولة، وقال لنفسه إن حتى المبتدئين ضعاف جدا وكل اللي بيقابله بالنسبة له عادي. وبعد كذا نزال ابتدى يعرق وقال معقول مفيش حد قوي هنا. وفجأة صوت خطوات لفت انتباه الكل. النهائي جه خلاص والكل متحمس يشوف البنت دي وهي دخلت الساحة. كانت الخصم الأخير هو بطلنا، وبصلها وقال اللي على الأقل أقوى من الباقي، وقال اللي هي أكتر واحدة جمعت طاقة النهاردة. ولكن هي قالت له إن حظه خلص خلاص، وهو رد بسخرية هو ده الكلام اللي بيعلمه لكم في الأكاديمية. وقالت له اللي مفهوش قدرة فريدة لأنه بيستخدم إيديه وبس. ومسكت سيفها وعينيها نورت بالأخضر، وقالت له بكل برود ما يستناش منها الرحمة. ولكن بطلنا فكر إن عنده قدرة فعلا بس مش عايز يستخدمها علشان ما يأذيش حد. البنت خدت نفس عميق واستعدت، والمذيع أعلن البداية، وفي لحظة اندفعت بسرعة مرعبة. سيفها اتغطى بالكهرباء ولمع بقوة رهيبة، وبطلنا عينه وسعت من السرعة. وفجأة أطلقت ضربة برق ضخمة غطت مساحة كبيرة من السحب بالكامل. ولكن المفاجأة اللي اكتشفت اللي هجومها السريع بالشكل المرعب ده ما جابش أي نتيجة ولا حتى لمسه. بطلنا ببساطة نط لفوق وعدى الضربة وهرب من البرق وكأنه ما عملش ولا مجهود. البنت اتصدمت تماما وقالت نفسها ازاي قدر يهرب من ضربة برق بنطة واحدة بس. ولكن بطلنا كان فاهم اللي حصل وعرف اللي هي استخدمت غمد السيف والنصل كمان علشان تعمل مجال مغناطيسي وتطلق الضربة بسرعة أكبر. وأول لما نزل على الأرض مدح مهاراتها، ولكنه قال اللي هي نسيت أهم حاجة في القتال. هي ما فهمتش، فشرح لها إن هي مهووسة بالسرعة وبس ومش بتفكر وهي بتقاتل، وإنها لما عملت مسار مغناطيسي في الهواء علشان تزود سرعة الضربة خلت اتجاهها واضح جدا. وابتسم وقال لها الضربة كانت مكشوفة لدرجة إن مستحيل تضرب بيها. فهي طبعا غضبت جدا وقالت له بطل غرور، وقالت اللي هي تقدر تهزمه من غير الحركة دي، واندفعت عليه بضربة برق جديدة ولكنه اتهرب بسهولة برضه. ولا اللي هي لسه ما فهمتش، وهي فقدت أعصابها وركزت كمية ضخمة من الطاقة بتاعت البرق في إيديها. وفجأة أطلقت انفجار كهرباء غطى جزء كبير من الساحة. وبطلنا لحظة اللي هي بتضغط على نفسها زيادة ولو كملت كده هتأذي جسمها، فقرب منها وقال بهدوء كويس بس القتال بينا خلص هنا. وبابتسامة خفيفة قال لها أول لما تحس بالألم من الضربة الجاية ارفع ايدك الشمال. وفجأة ضربها لكمة قوية جدا في بطنها. الضربة كانت مرعبة وشها اتلوى من شدة الألم، ومن غير ما يديها فرصة حضر ايديه تاني وضربها لكمة تانية بأقصى سرعة وقوة، وايديه امتدت بالكامل. واضح اللي هو مش بيهزر خالص. وبالضربة الأخيرة طيرها بره الساحة تماما، وعينيها خلاص اتقلبت يا عيني، ودم نزل من مناخيرها واغمى عليها قبل ما تقع حتى. وقعت على الارض وسيفها سابته واعلان واضح لهزيمتها. الجمهور كله كان مصدوم مش مصدقين ان اقوى طالبة في الاكاديمية اتغلب عليها. بطلنا قال لنفسه اللي هي كانت احسن من غيرها بس اعتمدت زيادة عن اللزوم على الطاقة ونسيت قوتها الجسدية. وفجأة لاحظ حركة واستغرب هي بتحاول تقوم، وبصعوبة بدأت ترفع ايديها الشمال. الحكم قرب منها ولكنها رفعت ايديها فعلا زي ما قال. بطلنا اتفاجئ اللي هي اخدت كلامه بجد ومشي بهدوء لما كان المسعفين بيشيلوا البنت. ولكن فجأة واحد من الإدارة همس في ودن المذيع والمذيع اتصدم، وبعدين أعلن في تغيير مفاجئ في الجدول وطلب من بطلنا يستريح شوية وهو مش فاهم حاجة. وبعدين أعلنوا إن في مباراة خاصة بينه وبين صياد محترف. الجمهور كله همهم، واضح إن القرار جاي من رئيس الجمعية بنفسه. بطلنا فهم إن هم عايزين يختبروا قوته بجد، وقال لنفسه إن ده طبيعي في أي عالم. وفجأة سيف ضخم اتغرس في الأرض وصوت قال اللي انت فعلا يو تشان سوك. والشخص اعتذر على دخوله المفاجئ ولكن قاله ان دي الطريقة الوحيدة علشان يتأكد من قوته. وبعدين عرفت نفسها اللي دي هي ليون من نقابة جنابي، وقالت له ان الساحة صغيرة عليه ودعته لنزال حقيقي. وبطلنا افتكر اللي هي من اقوى 10 صيادين في العالم، وفكر شوية وحس بهالتها القوية وعرف
عارف ان القتال بالجسم الحالي هيبقى صعب جدا، ولكن ابتسامة ظهرت على وشه لانه قرر بالفعل وقبل التحدي فورا. والمذيع اتصدم من رده وقال اللي هو لسه ما استهلكش طاقته اصلا. وليون ابتسمت وقالت له اللي هو جريء، وهو فكر ان دي افضل فرصة علشان يثبت نفسه، ومسك رمح من الارض لان هي الخصم المثالي لهدفه. وقال لنفسه لازم ارفع قيمتي شوية بقى. والجمهور كله كان مصدوم من جرأته، والمذيع متوتر جدا. ومن غير تردد ليون هجمت بسيفها الضخم ضربة مرعبة بقوة غير طبيعية. بطلنا صدها بالرمح، ولكن الضغط كان رهيب، واتصدم ازاي جسمها فيه القوة دي كلها. والضربات استمرت وشرار بقى يطير في كل حتة، وفجأة ضربته برجلها وطيرته لبعيد، واثبتت اللي هي اقوى منه في القتال القريب. ولاحظت ان سرعته قلت مع الوقت، وهو اتضايق لان جسمه الحالي مش مساعده يستغل الفرص. هي سخرت منه وقالت اللي هي كانت متوقعة اكتر، خاصة ان هو صمد نص ساعة. وخدت خطوة لقدام وقالت اللي هي هتنهي القتال دلوقتي. حضرت نفسها للضربة الأخيرة. بطلنا حاول يجمع طاقة، ولكن اكتشف ان مفيش طاقة تقريبا في الهواء. ورغم تعبه خد نفس عميق وكأنه عنده خطة أخيرة، وقال لنفسه اللي هو ما كانش عايز يستخدمها، بس خلاص مفيش اختيار تاني. ويعني لمعت وفعل قدرته لها بالشبح المتناقض. وليون عينيها وسعت وحست بتغيير مفاجئ في قوتها، وبنشوف بطلنا بيهرب من ضربتها والارض اتكسرت من قوه الهجوم. الصدمه رجعت له لورا ولكنه وقف على رجليه. وليون اتصدمت وكانت متاكده ان الضربه مستحيل تتفادى، وسالته ايه الهاله السوداء دي. وبطلنا رد بجديه ده لهب الشبح المتناقض، اقوى قدرة عندي. وقال ان اللهب ده مختلف، ما بيحرقش الحاجات العادية ولكن بيحرق المفاهيم نفسها، وهو اللي بيختار يحرق ايه. وفجأة اندفع بسرعة خرافية. ليون اتفاجئت ازاي بقى سريع كده فجأة، وهو صرخ اللي هو بيحرق مفهوم التعب وهجم عليها بالرمح، وهي مش مصدقة ازاي استعاد طاقته في اللحظة. وبدأ القتال بينهم من جديد أسرع وأعنف حتى من قبل كده. لاحظت إن الطاقة في الهواء بتتغير، وهو شرح لها إن اللهب بيولد طاقة لما بيحرق التعب، يعني بيستخدم طاقة علشان يشغل اللهب، واللهب بيحرق تعبه ويطلع طاقة أكتر. ودي حلقة لا نهائية من الطاقة، وده معناه اللي هو يقدر يقاتل من غير ما يتعب، وده تخصصه حرب استنزاف. واندفع بكل قوته والقتال بقى جنوني. وهي اتضايقت وقالت له اللي هو ناوي يفضل كده لحد امتى يعني. وقال لها بابتسامة انا تخصصي امسك في الخصم لحد الاخر. وقال اللي هو يقدر يكمل كتير كمان. وبسخريه سالها بتحب الناس اللازقه زيي، وبغضب رهيب قالت له لا انا بكرههم بكل قوتي. ولكن مع الوقت قدرته كان لها حدود، ولما كل المفاهيم تتحرق اللهب بيختفي. والقتال استمر 4 ساعات و17 دقيقه ولا واحد فيهم استسلم. وفي الاخر بطلنا وقع على الارض من التعب، وقال لها اللي هي تسيبه في حاله لانه خلاص ما بقاش قادر. والمذيع اعلن فوز ليون بعد استسلامه، والجمهور اتصدم خاصه لما شافوا المصاصه اللي في ايديها قربت منه، وادته مصاصه كبيره وقالت له اللي هي حطت كارتها فيها. وبص عليها وعرف ان هي من الفريق الثالث في نقابه جنابي، وقالت له كلمها علشان يتفقوا، وهي غمزت له في الاخر. المذيع اعلن نهايه الاختبارات ونادوا عليه علشان الجوائز، وهو ماشي بيفكر في النقابة. وبعد شوية كان في البيت بياكل المصاصة اللي كسبها. مش عارف انا مصاصة ايه اللي بيكسبوها في القتالات دي، وبينبهر بقى بالتكنولوجيا بتاعت رخصة الصيادة اللي على موبايله وكمان امكانياتها. وهو واقف بتعب واضح سمع حد بيناديه باسمه الجديد يوتشان سوك، وهو لف وراه لقى راجل ضخم جدا واقف قدامه، وقال له بابتسامة ان هو شكله في الحياة احسن بكتير من الكاميرا. بطلنا اتصدم من حجمه وسأله انت مين يا عم انت. فالراجل اداله كارت وعرف نفسه وقال له ان اسمه يونونج من نقابة النقاء العظيم، ودعا انضم لفريقه. وقال له بثقة لو اشتغلت تحت ايدي واكتسبت خبرة مستقبلك هيبقى منور. وفي اللحظة دي بطلنا افتكر عرض ليون واحتار يعمل ايه بالظبط، فقال اللي هو مرتبط بحاجة وعايز وقت يفكر. والراجل ضحك وقال له اللي هو ما كانش متوقع الرد فورا، ولكنه فجأة مسك كتفه بقوة رهيبة ونظراته اتغيرت وبقت مخيفة، وقرب منه وقال له بصوت تقيل فكر كويس جدا في قرارك ده. وبعدين سابه وقال له نشوفك بعدين يا حبيبي. وبعدها هو مشي، وبطلنا فضل باصص له بنظره جديه وقرر اللي هو احسن حاجه يرفض عرض النقابه دي. فاتصل بليون وسالها يتقابلوا فين، وقالت له اللي هي في مكان اسمه الكابن وهتبعت له اللوكيشن. واستغرب الاسم لكنه وصل لمكان طلع كافيه خشبي بسيط. واول لما دخل نادله مبتسمه رحبت بيه بحماس وقالت له اهلا بيك في الكابن. ومن جوه ليون شافته ونادت عليه يقعد معاها وقالت له
اللي هو وصل بسرعة وهو ماشي استغرب اسم المكان، فسألته لو حصل حاجة في الطريق، وقال لها إن في راجل ضخم جدا حاول يضمه لنقابة تانية قبل ما يجي، وهي فهمت فورا وقالت إن كده باقي النقابات مش هتقرب له. وهنا بينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. بطلنا قدر يحسم المعركة ويثبت نفسه كأفضل صياد. لو عجبتكم القصة والمغامرات ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان سيبوا لنا كومنت برأيكم، وده لو عايزين تشوفوا اسمكم يظهر في الحلقة الجديدة. واستنونا في الفيديو الجاي مع مغامرات أكتر وأكشن أصعب، ومع السلامة.